ما تنساش الاشتراك معانا عشان توصلك كل أخبار الأهلي ومنتخب مصر أولاً بأول. مصر على القمة ب7 نقاط بعد الفوز التاريخي على جنوب إفريقيا 1-0 رغم اللعب ب10 لاعبين وأداء قوي في باقي المباريات. مصر تصدرت مجموعتها بشكل رسمي وحصلت على 7 نقاط قبل خوض دور ال16. في آخر جولات المجموعة تعادل المنتخب المصري سلبياً مع أنجولا، لكنه ضمن التأهل وصعوده للدور الإقصائي بدون ضغوط حسابية. ميزة مصر في الدور المقبل أنها ستلعب مباراة دور ال16 على ملعبها في مدينة أغابير المغربية، لأن الفريق تصدر مجموعته، وده بيديها أفضلية معنوية أولى في أدوار خروج المهزوم. منافس مصر في الدور ال16 لم يتحدد بعد بشكل نهائي، وده بيعتمد على نتائج باقي المجموعات في البطولة. مصر هتقابل واحد من أفضل أصحاب المركز الثالث من المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة في دور ال16. السيناريوهات المحتملة بتضم منتخبات مثل زامبيا أو جزر القمر لو انتهت مبارياتهم بنتائج معينة، وده بيخلي تحديد المنافس المصري في الأدوار الإقصائية وسط ترقب كبير.